عظيمة الشأن مع إحدى الصحابيات الفضليات، إنها هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها. ويوم أن نتحدث عن شخصية كهذه يجب علينا جميعا أن نضع هذه الشخصية في موضعها الحقيقي. حديثنا في هذا اليوم أيها الكرام عن شخصية من أعلام الصحابيات، حديثنا عن هند بنت عتبة. اليوم بمشيئة الله تعالى نحن على موعد مع شبهة جديدة أثيرت حول الصحابية الجليلة هند بنت عتبة. هند بنت عتبة بن ربيعة العبسمية القرشية رضي الله عنها، كانت من النساء الماجدات ومن النساء اللواتي عرفن على مستوى العرب، وكانت امرأة لها نفس أبية ورأي وحزم وعقل، وكانت بليغة فصيحة شاعرة، وهي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين وزوجة أبي سفيان الحرب رضي الله عنه. كتاب المناقب والمثالب تأليف القاضي أبي حنيفة المغربي، الصفحة 240. هند بنت عتبة. وروى الكلبي عن أبي صالح والهيثم عن محمد بن إسحاق وغيره إن معاوية كان لغير رشده، وإن أمه هند بنت عتبة كانت من العواهر المعلمات اللواتي كن يخترن على أعينهن. يعني يقول إن هند بنت عتبة كانت من العواهر المعروفات التي كانت تختار الرجال اللي يعجبها، وكان أحب الرجال إليها السود. أحب رجل تحبه هو الرجل الأسود، والسبب معروف لا أريد ذكره، أكيد السبب معروف. وكانت إذا علقت من أسود فولدت له قتلت ولدها منه، يعني إذا حبلت من أسود قتلت هذا الولد منه. ولما أسلمت ما شاء الله وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذ جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، عندما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتت هند لتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها لا تسرقي. قالت بأبي وأمي إني لأسرق من مال أبي سفيان لأيتام عبد مناف. قال لا تفعلي. قالت لا أفعل. قال ولا تزني ولا تقتلي ولدك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تزني ولا تقتلي ولدك. قال بأبي أنت وأمي وهل تزني الحرة؟ يعني بدأت تستشرف. فالتفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض من بحضرته وتبسم بعلمه بها، يعني تبسم لأنه يعرف تاريخها الأسود. الملاحظة التي أتمنى أن تنتبهوا لها إخواني أخواتي أنه في هذا الكتاب وهذه الرواية الراوي لم يذكر من كان مع الرسول ومن ضحك، لأنه يعني يقدس هذه الشخصية. لكن في رواية أخرى وفي كتاب ثاني معتبر سوف أوضح أنه كان هنالك شخص مارس الجنس مع هند معروف، لكن هذا الراوي لم يرد أن يذكره بسبب تقديسه لهذه الشخصية، فتذكروا هذه المعلومة. نكمل. وقالوا وكان معاوية ينسب إلى ثلاثة: مسافر بن أبي عمرو بن أمية، وإلى عمار بن الوليد، وإلى العباس بن عبد المطلب. وكان أبو سفيان يصحبهم، ولم يكن أحد يصحبه إلا رمى بهند، يعني أي شخص يصحب أبو سفيان ينكح هند لما كان يعلم من عخرها. ما شاء الله سبحان الله. إخواني كل شخص نذكره وله بغض لعلي بن أبي طالب تجد في نسبه خلل وفي عرضه خلل، وهذا وضحناه في فيديو سابق لنا وهو فيديو نسب عمرو بن العاص في صفحة 242 عن أبي عمرو. وكان مسافر جميل،
هناك شخص اسمه مسافر، وكانت هند تختار على أعينها، فعجبها مسافر فأرسلت إليه فوقع بها فحملت منه بمعاوية. يعني مسافر مارس الجنس مع هند فحملت منه بمعاوية ما شاء الله، فجاء أشبه الناس به جمالا وتماما وحسنا. وكان أبو سفيان ذميما قصيرا أخفش العينين، فكل من رأى معاوية ممن رأى مسافرا ذكره به. يعني ماذا يقول؟ يقول كل شخص رأى مسافرا ويرى معاوية يتذكر مسافرا. فأما الصباح، هذا رجل ثاني، كان شابا من أهل اليمن أسود، وكان عسيفا لأبي سفيان، فوقع بها أيضا جامعها هند، فجاءت منه بعتبة، فلما قرب نفاسها خرجت إلى أحياء لتضعه هنالك وتقتله كما كانت تفعل. فلما وضعته رأت البياض غلب عليه، تركتها حنة فأبقته، يعني حنت عليه ولم تقتله. ما شاء الله، يعني امرأة فاجرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ونكمل سلسلة الفضائح الصفحة 243. فلما فشي خبر الصباح ووقوعه بهند، عندما عرف الناس أنه صباح يعني مارس الجنس مع هند، هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة، وكان أيضا يأتيها، يعني كان أيضا ينام معها، خرج بالصباح إلى سفر وأمر به فطبخ له قدرا فأتاه به في يوم حار، فقال طعام حار في يوم حار، وأمر به فشد في شجرة ورماه بالنبل حتى قتله. يعني هذا عمارة بن الوليد يعني غار، لأنه الصباح هذا مارس مع هند فقتله، يعني الصباح مارس معها، عمارة بن الوليد بن المغيرة مارس معها، هذا مسافر مارس معها، أبو سفيان مارس معها، وسوف ترون أسماء أخرى. كل هؤلاء مارسوا مع هند بنت عتبة والدة الكلب معاوية. انظروا نكمل إخواني في كتاب تفسير السمعاني، وهو من تفاسير القرآن المعروفة، المجلد الخامس، الصفحة 420. نفس الرواية أن النبي قعد على الصفا حين فتح مكة، وقعد دونها عمر، وجاءته النساء يبايعنها، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة. فلما قال النبي نبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، قالت هند ما جئنا إليك وقد بقي في قلوبنا شرك. فلما قال وعلى أن لا تسرقن، قالت هند إني قد أخذت من مال أبي سفيان هنات وهنات، ولا أدري أتحللها لي أو لا. وكان أبو سفيان حاضرا، فقال حللتك عما مضي وعما بقى. وفي رواية إنها لما قالت ذلك عرفها النبي، فقال أو هند بنت عتبة، يعني هل أنت هند بنت عتبة؟ قالت نعم. اعفي عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال إن الإسلام يجب ما قبله. فلما قال النبي، انظروا إخواني، أنا ماذا قلت لكم في الرواية الأولى؟ قلت لكم هنالك اسم لم يقال في كتاب المثالب لأبي حنيفة المغربي، هنا الاسم موجود. فلما قال النبي وعلى أن لا تزنين، قالت هند أو تزني الحرة؟ فضحك عمر بن الخطاب. في الرواية الأولى لم يذكر الاسم، قال إن النبي نظر يعني حوله وضحك، لكن في هذه الرواية عمر بن الخطاب هو من ضحك. لماذا ضحك؟ لأنه مارس الجنس معها، يعني مارس الجنس مع هذه العاهرة، يعني هذه أقل كلمة ممكن تقال عن هند بنت عتبة. وهذا يوضح لماذا كان عمر يعني يحب معاوية حبا جما، لأنه كان يرى فيه يعني ابنا له. وهذا تجدونه في كتاب تاريخ مدينة دمشق الجزء 59 الصفحة 114. أنا عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال هذا كسرى العرب، كان يمدحه وولاه الشام